السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حكم محكمة القضاء الإداري النهارده في مجلس الدولة بعزل المرتضى أحمد منصور من منصبه كرئيس نادي الزمالك وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة لانتخابات رئيس جديد. القضايا دي كانت مرفوعة على مرتضى منصور بعد حكم المحكمة على مرتضى منصور بالسجن لمدة شهر في القضية الأولى والحبس لمدة سنة في القضية الثانية مع إيقاف التنفيذ. القضيتين دول كانوا في السب والخوض في عرض الكابتن محمود الخطيب. مين بقى اللي رفع القضيتين دول على رئيس نادي الزمالك؟ للعلم اللي رفع القضيتين دول هم كلهم زملكاويه، هم من مجلس اداره الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، هو الاستاذ هاني شكري ومصطفى عبد الخالق وعبد الله جورج وابراهيم سعيد، ودول اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. نادي الزمالك هيفضل يدفع ثمن صراعات مرتضى منصور الشخصيه مع ممدوح عباس واحمد سليمان والعتال ومش عارف ومين، هيفضل يدفع الثمن ده لفتره كبيره طالما جوه الزمالك ناس مؤيده لمرتضى منصور وناس بتتمنى وجوده، لان هو بيعرف يجيب حقنا بالكلام مش بالفعل. وهنا بقى السيد الوزير المحترم وزير الشباب والرياضه الاستاذ اشرف صبحي ان لابد من تنفيذ حكم المحكمه، وهو الزام مجلس اداره نادي الزمالك بالدعوه لانتخابات رئيس جديد، وده اللي كان رفضه وزير الشباب والرياضه لما مرتضى منصور اتحبس لمده شهر وخالف كل اللوائح وتردد تاني على نفس المنوال. وهنا بقى بعد قرار العزل ده مش عايزين نسمع بقى جو المؤامرات الكونيه، وانتوا مش عايزين النادي ده يقف على رجليه، وكل ما نكسب ماتشين ثلاثه تعملوا لنا مش عارف ايه وتعزلوا لنا مش عارف ايه، والجو التعبان ده. كل الناس عارفه سيان اللي بتأيد مرتضى وسيان اللي بتطبل لمرتضى، لانك انت لو مش بتعرف تأيده لازم تطبل له، تمام؟ كل الناس دي عارفه ان مرتضى منصور هو السبب في اللي بيحصل في نادي الزمالك، وكل الناس عارفه ان الزمالك بيدفع فاتوره صراعات مرتضى منصور الشخصيه مع ناس هو يعني الزمالك ملوش علاقه بيها. اللي بيحصل لنادي الزمالك سيان من عقوبات، سيان من قله ادب، سيان من شتيمه، من الفاظ خارجه بتطلع على الهواء من اكبر رمز مسؤول في نادي الزمالك وهو مرتضى منصور. وسبحان الله بعدها خد حبس، وسبحان الله بناء على الحبس ياخد عزل من منصبه بعدها على طول. ولكن ايه اللي هيحصل الفترة الجاية، خاصة وان باقي شهرين اتنين بس على انتخابات النادي الزمالك او الانتخابات الجمعية العمومية بصفة عامة علشان يكون ليه رئيس نادي منتخب؟ محدش عارف. لكن اللي هيحصل ان مرتضى منصور هيرجع تاني ان شاء الله في شهر 7، وهو سيناريو بيتكرر مفيش يعني من 2020 لحد دلوقتي. مرتضى مشي واتحل واتجمد لمدة سنة وتعين تقريبا ثلاث لجان مؤقتة هي اللي مسكت. عندك لجنة المستشار احمد بكري، وعندك لجنة اللواء عماد عبد العزيز، وبعدها عندك لجنة حسين لبيب. ورجع بعدها مرتضى منصور من الانتخابات وفاز فيها، رجع دخل الانتخابات وفاز فيها، بعدها اتحبس مرتضى منصور، بعدها طلع هو رئيس نادي الزمالك، بعدها اتعزل مرتضى منصور، وهيجي شهر 7 في الانتخابات الجديدة وهيكسب مرتضى منصور، لان هو يحق ليه المشاركه في الانتخابات الفتره الجايه ان لم يصدر قرار بان القضيه اللي اتسجن عليها لمده شهر دي مخله بالشرف. لو صدر القرار ده هو ملوش الحق ان هو يترشح تاني في الانتخابات. بس هيفضل الزمالك في الدايره دي رايح جاي رايح جاي رايح جاي طول ما الشخص ده هو المتصدر كيان نادي الزمالك وهو المتصدر المشهد الرياضي في نادي الزمالك. وقت العزل مش مناسب جدا لان مرتضى لسه متعاقد مع مدرب جديد لسه بقاله يومين، وبعدها اتعزل على طول من منصبه. وبعدين في مشكله تانية ان في دي نهايه موسم، عندك لعيبه لسه عايزه تجدد عقودها وفي ناس عايزه تاخد مستحقاتها، وعندك لعيبه او صفقات انت عايز تخلص منها، فلازم انت اللي تكون موجود كسبونسر او كان راجل بتدور، يعني موضوع الفلوس انت اللي داير فيه شويه وانت اللي بتعرف تتصرف في الموضوع ده. فالموضوع هيبقى فيه ازمه في نادي الزمالك اذا ما كانش هيتعين او هيطلع واحد هيبقى هو اسمه بس هو رئيس نادي الزمالك ومرتضى بيدير الموضوع من الخفا. امبارح مرتضى طلع مع شيكابالا وقال له هصعد موضوع تجاوز الجمهور في حق شيكابالا ده. يعني انا شخصيا برفض الموضوع ده جدا، ويعني الموضوع مش ما يستدعيش انك انت تغلط في شيكابالا، خاصه وان هو اصلا ما كانش طرف في الموضوع. لكن مرتضى هدد الكل وقال ان هو هيصعد الموضوع للفيفا لو ما جابش، وقال له بالنص كده انا لو ما جبتش حقك همشي. سبحان الله كأن قلبه كان حاسس. بعدها طلع على طول بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن التنسيق مع الاتحاد المصري والرابطة المصرية للأندية علشان أي تجاوزات هتصدر في الفترة الجاية سيان من الأفراد أو سيان من المؤسسات هيتم العقوبة عليها بشكل كبير. وسريعا كده ملخص بيان وزارة الشباب والرياضة: 1. اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي تجاوزات تصدر عن فرد أو مؤسسة. 2. تنفيذ العقوبات المندرجة والمنصوص عليها بالقانون واللوائح.
3. التواصل المستمر مع جميع الجهات المعنيه للتوعيه علشان ما يحصلش خروج عن النص تاني، ودي بقى اهم حاجه، علما بان وزاره الشباب والرياضه تؤكد انها حريصه على التواجد الجماهيري في المدرجات المصريه، خاصه في ضوء الارتباطات القاريه للانديه والمنتخبات. يعني من الاخر الفتره الجايه دي اللي هيغلط او هيسيء، سيان جمهور، سيان لعيب، سيان منظومه، سيان شخص، سيان كيان، اي حد هيغلط في الفتره الجايه دي هيتاخد ورا مصنع الكراسي وهيتعمل عليه بوليكا وهيتحفل عليه وهيبقى هو العبره لكل الانديه بعد كده. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا النهارده. ساعدنا بالاشتراك في القناه واضغط زرار اللايك وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وخلي الكوره ليك. سلام.